مفيش، انا شخصيا لا اضع تسعيره استرشاديه. مفيش تسعيره استرشاديه. يعني ايه تسعيره؟ يعني حضرتك لما هقول لك كيلو طماطم ب 2 جنيه ده معناه ايه؟ لا حضرتك لا يوجد شيء في الدنيا اسمه تسعيره استرشاديه، لان التسعيره دي يعني عشان توضع لازم توضع لاصناف بمواصفات معينه، فانا ما اقدرش احددها لكل سلعه. لا يوجد تسعيره استرشاديه. خلاص؟ بالنسبه لموقع مشترك، بالنسبه لعمل كيانات كبيره للحفلات الصغيره استيراد التجار، كان في فكره شبيهه وتجربه شبيهه اتعملت في منطقه السيده زينب من جهاز تنميه التجاره الداخليه وفشلت وما كانش فيه تجاوب من معظم التجار معاها. فايه الضمانات ان الفكره دي تنجح؟ الفكره دي ليها تفاصيل كتيره زي ما حضرتك بتقول، وعلشان تنجح لازم يكون فيها منفعه حقيقيه للكيان الصغير. انا بفكر في ايه؟ الكيان الصغير ده مشكلته الاساسيه في التمويل. فلا بد ان وده اللي بنشتغل عليه دلوقتي، ان هتيجي جهه هترعى وجود البضاعه اللي عنده وتبقى بضاعه امانه او بضاعه بالاجل، ويبقى دورة رأس المال في مصلحته. اللي هيقدم له ده هيبقى مستفيد انه بينتشر في اماكن كتيره، والكيان الصغير هيبقى بيستفيد انه بيدور رأس المال. اشكركم جميعا.